للأسف في ناس الكره بتاع النادي الأهلي خلاهم يرجعوا بسنهم، يعني بتاع مثلا 45 سنة كده لورا. يعني وابتدوا يعملوا أفعال اللي هي بتاعت أولى ابتدائي، اللي هو أنا مش قادر أضرب الولد دون، فأشوف حد تاني أسخنه عليه فيقوم هو اللي يضربه. كابتن كركم وفندي الأصفر اللي هو ده عمل فيديو تاني كرها في الأهلي. تعالوا نسمعه ونرجع مع بعض تاني. إما عقاب جمهور الزمالك أو الرحيل يا طه. هو ده الرسالة اللي بعتتها قناة الأهلي، أو بمعنى أصح بعتها إمام عاشور لطه عزت. إيه الحكاية؟ جمهور الزمالك هاجم إمام عاشور، وبعد 3 أيام افتكروا الحكاية، وقناة الأهلي عاملة رواية وقصة وتهديد ووعيد لطه عزت إذا لم يستطع أن يفشل فيه عشان المخدة ومش المخدة والحاجات اللي انتوا شفتوها دي. الحكاية فيها إنه الأهلي مش لاقي حاجة يخلي جمهوره يتلهي فيها، بالظبط كده، يتلهي فيها. فنلهيه في ايه؟ جيب قصة إمام عاشور واعمل رواية، وازاي ومش ازاي، ورابطة الأندية وازاي تنزل البوست اللي نزلته، وعقاب الأدمن ومش عارف ايه. ليه؟ لأنهم عاوزين يبعدوا، يخففوا الضغط اللي عامله جمهور الأهلي الرهيب على إدارته في إنه يوجهها لخناقة أهلي والزمالك ويدخلوا فيها الرابطة وإمام عاشور. يبقى إمام عاشور دلوقتي اللي بيقول لطه عزت تقعد مكانك تسمع كلامي، مش كلام الاهلي، اللي يجي ناحيتي يتعاقب. وجمهور الزمالك ما بيتعاقبش ليه؟ مع انه متعاقب، لكن عادي لازم يتعاقب تاني والتالت. كل ده ليه؟ بروباجندا من قناه الاهلي لانقاذ اداره الاهلي. زي ما سمعتوا كده، كمية غل وكمية حقد وسواد على النادي الأهلي. قناة الأهلي خلاص قربت تعمل لهم حاجة من ساعة ما كابتن شوبير دخل قناة الأهلي، وهم خلاص عندهم بيجي لهم هلاوس بالليل وهم نايمين. تسخين لطه عزت ومش عاجبه العقوبة على نادي الزمالك، وعمال يتكلم على إمام عاشور على إن إمام عاشور هو الحاكم والآمر الناهي في النادي الأهلي، ويا إما إمام عاشور يقول يتعاقبوا يبقى يتعاقبوا، ما يتعاقبوش يبقى ما يتعاقبوش. وإن النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي عاملة الفيلم دون. شوفوا بقى قمة الذكاء وقمة الجهبذة والعبقرية اللي في الدنيا كلها. يعني قناة الأهلي والنادي الأهلي عاملين الموضوع ده كله عشان يلهوا جمهورهم عن ايه؟ يعني نلهي جمهورنا عن ايه؟ يعني جمهور الأهلي في ايه بيحصل ممكن يتلهي عنه؟ يعني انهي فيهم اللي ممكن يلهي جمهور؟ مجلس إدارة الزمالك ولا مجلس إدارة الأهلي؟ يعني مجلس إدارة الأهلي فلوس موجود، صفقات بما يرضي جمهور النادي الأهلي، الصفقات جت. كاس عالم أندية، وهنلعب كاس عالم أندية، حلم انت ما تحلمش بيه بعد 50-60 سنة. بداية إنشاء استاد للنادي الأهلي وموجود. نتلهي بقى عن ايه؟ ايه اللي ممكن يلهينا؟ يعني منافسة في الدوري، لسه بننافس في الدوري وانت بعيد. منافسة في بطولة أفريقيا، دوري أبطال أفريقيا، واحنا موجودين بننافس. 5 سنين نهائي دوري أفريقيا واخدين منهم 4، موجود. جمهور الأهلي بقى يتلهي عن ايه؟ يتلهي عن ايه يا راجل يا ملهي؟ يا ملهي في اللي انت فيه. كنافة اللي بتاكلوها تحط عليها مخلل، هي اللي عاملة فيكم كده. أول مرة في حياتي أشوف كنافة بالمخلل بالطريقة اللي انت بتتكلم بيها دي. جمهور الاهلي يتلهي عن ايه؟ مين اللي يلهي؟ يعني مجلس اداره الزمالك ولا فلوس ولا صفقات وديون وخناقات، وكل واحد بيشتغل لمصلحته الشخصيه. مين بقى اللي بيلهي؟ اللي المفروض يلهي جمهوره، يلهي جمهوره عشان ما يسالش ولا يبص ده راح فين وده جه منين والفلوس دي فين والفلوس دي فين والقرض اللي جبتوه ده عملته بيه ايه وشلته. بتجهزه لايه؟ انت بتجهز لايه؟ هل القرض اللي انت هتجيبه دون يعني بتجهز له عشان تشوف هيخش كله سليم كامل سليم ولا لا؟ الايام هتبين يعني.